السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة النايتي، هنعملها ببيضة واحدة بس، وفي نفس الوقت مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، ومش هنحتاج ولا المضرب ولا الخلاط، وكل المقادير وكل المكونات موجودة متوفرة عندك في البيت. تابع كده معايا الفيديو للاخر، وبعد ما نخلص الفيديو هتلاقي نفسك هتقومي تعمليها دلوقتي حالا. الكيكه زي ما احنا شايفين هشه وبيضه وجميله جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وهقول لكم في الفيديو النهارده ايه سر اللون الفاتح، وايه اللي يخلي الكيكه تطلع معاكي هشه وطريه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده قدامكم. ودي كيكه النايتي الجميل اللي كنا ناكله بتاع زمان، بالعكس احلى بكتير من بتاع بره. هتعمليها في البيت بتكاليف اقتصاديه جدا، هتطلعي منها كميه كبيره جدا زي ما انت شايفه كده قدامك. يا ريت لو حابه تكملي معايا ايه الطريقه ما تشير. تعالوا نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ في الطريقة مع بعض. وهقول لكم المقادير بالكوباية، وهقول لكم كمان المقادير بالجرام، وهسيب لكم المقادير في أول كومنت تحت الفيديو. اول حاجه في المقادير بتاعتي النهارده عندي بيضه، والبيضه لازم يبقى حجمها كبير وتبقى في درجه حراره الغرفه. بنزل عليها برشه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفانيليا. طبعا احنا النهارده هنشتغل بالمضرب اليدوي، لو انت حابه تشتغلي في شفشق الخلاط عادي جدا. بتاخدي كل المقادير وبتنزلي وبتحطيها في الشفشق بتاع الخلاط وبتضربيها. بتشتغل معاكي عادي جدا بكل سهوله، ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين انا بضرب البيض مع رشة الملح والفانيليا، علشان البيضة معايا تبدأ ان هي تهيش معايا وحجمها يتضاعف. ودلوقتي هبدأ ان انا انزل بكوباية من السكر. الكوباية هتبقى ناقصة نص عقلة صباع. وزن السكر عندي 175 جرام من السكر. وهبدأ ان انا اقلب المكونات كويس جدا. وطبعا الكوبايه اللي هنستخدمها لازم نستخدمها في كل المقادير. ودلوقتي ببدأ ان انا ادوب السكر مع البيض، هو طبعا مش هيدوب كله في المرحلة دي، بس هنضرب لحد اللون ما يبدأ ان هو يفتح ويبدأ بالشكل اللي يبقى معانا قدامنا بالشكل ده. لازم يبقى لون الخليط فاتح، ولازم الخليط معاكي يفتح. دلوقتي هبدأ ان انا انزل بكوباية ناقصة نص عقلة صباع زي ما انتوا شايفين كده من الحليب الدافي. لو الحليب بتاعك ساقع وخارج من التلاجة يفضل ان انت تدفيه على النار قبل ما تحطيه على الخليط. وزن الحليب عندي 203 جرام. وكمان بضيف تلتين كوب من الزيت. وزن الزيت 125 جرام. والزيت طبعا يفضل ان هو طبعا زيت نباتي، ويفضل ان يكون لون الزيت فاتح علشان الكيكة تطلع معاكي فاتحة. وبرضو من ضمن عوامل اللي بتخلي الكيكة معاكي تطلع فاتحة السكر. استخدمي سكر يكون لونه فاتح علشان الكيكة يطلع معاكي لونها جميل. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين قدامكم بقلب المكونات بتاعتي كويس جدا، ولازم اتاكد ان السكر داب تماما. لازم السكر في المرحله دي يدوب تماما، ما يبقاش فيه اي حبيبات. وعلشان كده قلت لكم استخدموا حليب يكون دافئ علشان يسهل على السكر ان هو يدوب، وكمان يساعد معاكي الكيكه ان هي تطلع هشه وطريه. ودلوقتي هبدأ ان انا اضيف الدقيق. وطبعا الدقيق هستخدم نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها كل المقادير. وهحط من الدقيق كوبايتين ممسوحين وناقصين معلقة كبيرة. وزن الدقيق اللي انا هستخدمه 210 جرام، يعني هحط كوباية كبيرة ممسوحة، وهحط كمان الكوباية التانية كبيرة برضو ممسوحة بس هنقص منها معلقة. نزلت كده بأول كوباية، وهبدأ ان انا اقلب المكونات بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا. ودلوقتي هبدأ اضيف الكوباية التانية اللي هي ناقصة معلقة من الدقيق، وهقلب المكونات. بمجرد ما بنبدأ ننزل بالدقيق ما بنبالغش في الضرب علشان العجينة ما تكونش معايا عرق وتبقى الكيكة بتاعتي مش هشة. وبقلب الكيكه بتاعتي في اتجاه واحد علشان الهواء اللي دخل جوه الكيكه ما يخرجش منها، وتبقى الكيكه بتاعتنا هشه وجميله. دلوقتي هبدا ان انا اضيف معلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف. وزن المعلقه 12 جرام. الباكو بيبقى فيه 14 جرام او تقريبا 16 جرام. انا هاخد 12 جرام، وهيتبقى تقريبا معلقه صغيره دي انا هركنها مش هاخدها. واخر اضافة بقى هتخلي الكيكة بتاعتنا لونها فاتح، وفي نفس الوقت هتشغل معايا البيكنج باودر. هحط معلقة كبيرة من الخل. الخل يا جماعة بنستخدمه كمحسن طبيعي لكل المعجنات وكل المخبوزات، وكمان جميل جدا في الكيكات. بيدينا نتيجة جميلة جدا، وفي نفس الوقت طعمه مش بيظهر نهائي في الكيكة.
وكمان بيساعد البيكنج باودر ان هو يشتغل وتبقى الكيكة هشة جدا. ده القوام بتاع الكيكة. ودلوقتي هاخد 3 معالق كبار من الخليط الابيض، وده علشان اعمل الرسمة اللي احنا شفناها مع بعض على النايتي في اول الفيديو. وهضيف عليهم معلقتين صغيرين من الكاكاو الخام الغير محلى، كاكاو اسباني، ومعلقة كبيرة من الحليب، او ممكن استبدل الحليب بالمية. وهبدأ ان انا اقلب المكونات كده مع بعض لحد الخليط ما يمتزج مع بعضه، والكاكاو يدوب معايا كويس جدا وما يبقاش فيه اي تكتلات. كده الخليط اصبح جاهز، وده القوام بتاعه. عندي صاج مقاس 30 في 20، ولو مش موجود عندك الصاج ممكن تستخدمي اكبر صينية في الطقم المستطيل. ببدأ ان انا كده ادهنه، ببطنه بورق زبدة. وببدأ ان انا ادهن ورق الزبدة بدهنة خفيفة من الزيت. ببدأ ان انا اصب الخليط في الصاج وابدأ افرده في الصاج كله علشان الكيكة تطلع معايا متساوية ويطلع كلها في سمك واحد. باخد الخليط اللي انا عملته بالشوكليت وبجيب كيس من اكياس الحلواني، وابدا ان انا احط كده هوت الكيس في الكوبايه، وهبدا ان انا اصب في الخليط اللي انا عملته. لو مش موجود عندك الكيس ده ممكن تستخدمي كيس من اكياس التلاجة عادي جدا. ببدا ان انا اعبي كده الكيس والف الكيس كويس جدا، وابدا افتحه فتحه صغيره بالمقص. هبدا ان انا اعمل خطوط كده بالعرض زي ما انتوا شايفين. الخطوط زي ما انتوا شايفين كده هي مش مظبوطه، وانا عاملاها متعمده علشان لو انت اول مره تشتغلي فهتبقى ايدك مش مظبوطه قوي. فما تقلقيش نهائي، لان كل ده هيبدا دلوقتي يتساوى لما اجي ان انا ابدا ارسم الكيك. ببدا ان انا اعمل الخطوط على مسافات متساويه على قد ما اقدر. بتحاولي تخلي المسافة بين الخط والتاني على قد ما تقدري متساوية علشان في الاخر الرسمة تطلع معاكي مظبوطة. بعمل الخطوط كلها بالعرض بالشكل اللي احنا شايفينه كده. ودلوقتي باستخدام خلة اسنان او ممكن عود كبريت ببدأ ان انا اعمل خطوط في اتجاه واحد، خطوط رايح زي ما احنا شايفين كده، وبرجع بين كل خط والتاني اعمل خط اتجاه عكس اللي انا كنت عاملاه في الاول. وطبعا لازم تكوني مولعه الفرن من قبلها ب10 دقايق، من قبل ما تبداي تشغلي الكيك. بتدخلي الكيك بتاعك على درجه 180، بيقعد معاكي تلت ساعه. ما بتزوديش عليه علشان الكيك ما يبداش ينشف منك. بتخرجيه من الفرن وبعد كده هو بتغطي الوش بتاعه بفوطه نظيفه وتسيبيه لحد ما يبرد تماما. ده طبعا شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن. سبت الكيكه لحد ما بردت تماما وخرجتها وقلبتها، وبدات دلوقتي ان انا اقسمها نصين بعد طبعا ما خرجتها من الصاج وقسمتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما تستعجليش عليها لحد ما تبرد تماما. قسمت الكيك لنصين، ودلوقتي بدات ان انا احط على النص الاول مربى فراوله. ممكن تستغني عن مربى الفراوله وتحطي اي حشوه انت بتحبيها، او تحطي اي نوع مربى او اي طعم انت بتحبيه. دلوقتي هبدا احط كده النص الاول على النص التاني. بتستخدمي كرتونة او بوردة او اي حاجة موجودة عندك، وهبدأ اشيل الجوانب الزيادات لان هي بتبقى ناشفة معايا شوية. هنا بستخدم مسطرة، والمسطرة بتاعتي لازم تبقي مخصصاها لشغل الحلويات ومخصصاها للمطبخ علشان تبقى بتاعتك نظيفة. والمسطرة طبعا بتسهل عليا ان كل القطع تبقى معايا كلها في نفس الحجم، ويبقى كلها حجمها واحد وحجمها متساوي. طبعا ليكي الاختيار لو انت حابة تعملي الحجم اكبر من كده او اقل من كده على حسب ما انت حابة. وقطعت تقريبا القطعة كانت طولها تقريبا حوالي 6 سنتي. ده كان الشكل النهائي للكيك النايت بتاعتنا. شايفين قد ايه هشة وجميلة وفاتحة وطرية، وبجد بجد احلى بكتير جدا من اللي احنا بنشتريها من بره. ولو انت طبعا عايزة تكبري اكتر من كده زي ما انت حابة، عايزة تصغريها اكتر من كده على حسب برضو ما انت حابة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله القطعة طالعة، يعني ازاي هي كده بتتكلم على نفسها مش محتاجة اصلا مني كلام. كيكة بجد جميلة وتحفة وهشة وفاتحة وطرية، والطعم بالفعل جميل جدا جدا. انصحك ان انت تقومي بسرعة تعمليها لولادك. شايفين كمان المقادير بتاعتها بسيطة وسهلة جدا. زي ما انا قلت هسيبلك المقادير كده في اول تعليق، هسيبهولك بالجرام وبالكوباية. ولو انت وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك وما تنسيش الاشتراك في القناة، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.